السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد دائما على قناة إبتيش ماني. أولا وقبل كل شيء عواشا مبروكة، رمضان كريم، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. توصلت بزاف ديال الميساجات وبزاف ديال الرسائل الناس كتطلب مني باش نحط نصائح كيفاش حتى بديت انا في ايتسي وكيفاش جبت اول مبيعة. بالنسبه للفيديو ديال اول مبيعة راه كاين في القناه، حطيته. بزاف ديال الناس كتسولني شنو خصني ندير باش ما يزيدش ليا الحساب ديال ايتسي، شنو خصني نتفادى، شنو خصني ندير. فقررت ندير هذا الفيديو هذا على حساب داكشي اللي استفدت من عند الناس، وعلى حساب داكشي اللي خدمت به انا، داكشي اللي وراوني الناس، وداكشي اللي خدمت به انا، والحمد لله ما ايتسي مازال خدام فيه، ما تسد ليا ما حتى شي حاجه. تبعت دوك النصائح اللي وراوني الناس. هذا ما كان. على بركة الله نحاولوا اننا نعطيو واحد الخلاصة، على او نقدموا واحد المجموعة من النصائح للناس اللي مقبلة على انها تفتح حساب ديال ايتسي. بالنسبة لإيتسي، أول حاجة غادي نركز عليها هو أن الإنسان خصو يفرق ما بين جوج الحوايج، كاين الحساب وكاين ستور. بالنسبة للحساب، الحساب هو هذا يور أكونت، وهذا ستور. حيت كاين الناس اللي كتمشي كدير جيميل ديالها وكتدخل هنا وكتخلص وكتقولك أنا فاتح حساب. لا، راك مكريي ستور ماشي فاتح حساب. كاين الفرق ما بين الحساب وما بين ستور. الحساب هو هذا اللي كتورمي به ايتسي، هو الأول. خاصك تدخل ايتسي، تفتح حساب بالجيميل ديالك وتورمي. شنو تورمي؟ يعني كتجهزو او كتوجد الحساب. في هاد المرحله هادي اللي كتورمي فيها الحساب مهمه بزاف، هي اللي كيتعرف فيها ايتسي على الحساب اللي غادي تفتح به انت من بعد الستور ديالك. انا الطريقه اللي خدمت بها هو انني فتحت حساب وخليته واحد المده ديال واحد 3 شهور. هو ما كتكونش هاد المده كامله، كيقول لك الناس اللي عندهم خبره كبيره في مجال ديال ايتسي، كيقول لك يكفي واحد 15 يوم حتى 30 يوم، يعني شهر. في هاد الشهر هذا او في هاد 15 يوم اشنو خصك دير؟ انا باش نتفادى داك الشيء انا عطيته 3 شهور، خليت الحساب كيطور على خاطرو وكيوجد. اشنو كندير كل نهار؟ ماشي بالضروره كل نهار، انا كنت كندير كل نهار هاد العمليه. كندخل، كنمشي للمنتجات ديال الناس بحال هكا، كندخل هكا كنشوف كنشوف المنتجات، كنشوف هاد المنتجات هادو، كنمشي كنشوف الناس كيفاش حاطين. كندير ليهم اعجاب. كنشوف كنشوف الليستين ديال الناس. هذه هي الطريقه. الا كان من الاحسن هاد النصيحه هادي، الا قدرتي انك تشري، الا قدرتي انك تشري شي ما شي شي برودوي. راه كاينين ديجيتال برودكت، راه كاينين برودويات راه غير ب4 دراهم 5 دراهم حاطينهم الناس. لا باس انك تشري. هاد العمليه ديال انك تشري بالجيميل ديالك وبكارت كيشي ديالك، كان كتعطيك واحد 90% ديال ان كارت كيشي ديالك غادي تقبل. حيت الا تقبلت في عمليه الشراء غادي، في عمليه الشراء غادي تقبل ملي غتبغي تبيع انت. كون على يقين، الا تقبلت لك الكارت كيشي ديالك في عمليه الشراء، فكون على يقين انها غادي تقبل في عمليه ديال البيع. يعني هل المشكل الاول غادي تتفاداه. المشكل الثاني هو ان الاي سي كيخزن واحد الداتا، او كيخزن واحد سميتو في القاعده ديال البيانات ديالو، كيخزن الحساب ديالك على انك على انك انسان حقيقي، كتدخل كتقلب كدير جيم، كتشوف لي برودوي اللي محطوطين. يعني خدام انت، ماشي من كيف كنقولوا من الدقه والحين تدخل تكري ستور تخلص تبدا خدام. هناك يتسي كيشك كيفاش بنادم بهذه السرعه هذه دخل دغيا. هادو فيما يخص هاد جوج النصائح فيما يخص قبل ما تفتح ايتسي. راه هادشي هاد المرحله اللي كنهضروا عليها دابا قبل ما تكري ستور، قبل ما تخلص، قبل ما كلشي. هاد العمليه خصك ديرها ضروري، تصبر واحد الشهر او شهر ونص. الا قدرتي تشري شي حاجه منه، تشري شي بروداكت تاخدو، تاكد العمليه ديال البيع ديالك، تبقى تدخل تشوف المنتجات، تكليكي عليهم، تفرج فيديوهات ديالهم كيفاش الناس حاطين. هذه كتكسب الثقه ديال ايتسي. ندوزو للمرحله الثانيه، هي من بعد ما كتدخل وكتكري ستور ديالك اللي هو هذا شوب مارج. ملي كتكري ستور ديالك، صافي كتكلي ستور، كتخلص كيف قلنا كتخلص، صافي كدوز للمرحله ديال الخدمه.
المرحلة ديال الخدمة خاصك تفادى بزاف ديال الحوايج انت كإنسان جديد في ايتسي. أول حاجة تفاداها وهي كوبي كولي، هي تمشي تهز المنتجات ديال الناس وتعاود تحطهم. هذا طاحوا فيه بزاف ديال الناس. هنا كيضربك كوبي رايت، كيتسد لك حساب كتطلع في ليست نور، ما عمرك باقي تفتح حساب في ايتسي. كنقول لك بداك زعما بديك كارت كيشي بديك زعما ممكن تفتحها بطرق اخرين، كاينين طرق اخرين ممكن انك تفتحها. تاني حاجه اللي تفاداو هي انك تحط مجموعه ديال المنتجات في دقه واحده، مثلا واحد 30 و 40 منتج في نهار واحد، نهار على نهار. هنا كايتسي كتدخلوا الشك كيفاش بهذا القدر هذا ديال المنتجات في دقه واحده. ضروري خاصك تعرف كيفاش دير هذا البروغرام ديالك، واش انك تحط تبدا مثلا بثلاثه في النهار، شويه دوز مثلا خمسه سته في النهار، عاد من بعد ما يتعرف لك ايتسي وتجيك اول مبيعه وتكونفيرمي الحساب ديالك، هذيك الساعه خدم مع راسك، حط اللي قديتي عليه ديال الليستين. تالت حاجة اللي ممكن أننا نتكلموا عليها واللي هي كيوقع فيها الناس بزاف، هو أنك خصوصا الناس اللي خدامة الناس اللي خدامة في الديجيتال برودكت، في المنتجات الرقمية ماشي في الفيزيكال، كيمشيو كيهزوا لوغوات من كانفا، كيخدموا بزاف على كانفا، كيهزوا لوغوات من كانفا وكيديروهم للإشارة. فكانفا راه ماشي جميع ماشي جميع لي ديزاين اللي فيها انه ما فيهمش حقوق الملكيه. بالعكس، الا هزيتي مثلا كولورين بوك مثلا، بزاف ديال الحوايج الا هزيتيهم وجيتي حطيتيهم كما هو، درتي ليه عنوان، درتي ليه طاكس، درتي ليه سميتو، كي صافي غادي يتقبل. لا، راه ممكن كاينين بعض الصور اللي فيهم حقوق الملكيه، مع كتحط المنتج لغد ليه كيجيك ميساج. وخصوصا الناس اللي كتخدم عندها علاقه بالاحداث اللي كتوقع، مثلا الناس كتخدم على مثلا فالنتينو داي، مثلا كتخدم مع هذاك ال اكس ديال امريكا، بزاف ديال الاحداث اللي كيبغي تصاوب لهم منتجات بالمناسبه ديال الاحداث كتحطها وكتمشي كتهزهم من كانفا. هذاك كيكون فيهم، كيكون متيقن كيكون فيهم حقوق الملكيه. خاصك تبدل الالوان، خاصك تبدل التواريخ، خاصك تبدل الا كان شي جيمايل، الا كان شي لوغو محطوط تما خاصك تبدلو، ضروري من التعديل. رابع حاجه اللي ممكن نتكلم عليها وهي الترافيك. الترافيك ديال ايتسي مهم جدا. ما تطلقش الادس قبل ما تجيك اول مبيعه. ملي كتجيك اول مبيعه شنو كدير؟ كتاكد بها الحساب، كيصيفطوا لكم واحد المبلغ صغير، عاد كتدخلو باش تاكد الحساب، كتكونفيرمي مساله الحساب ديالك انك صافي تهنيتي منه. ثاني حاجه ملي كتجيك اول مبيعه، السطور ديالك كيبدا يطلع، ماشي انت كتخسر الادز والسطور ديالك مازال ما فيه والو. ملي كتجيك اول مبيعه ممكن انك تطلق الادز وتبدا خدام. الطرق اللي ممكن تجيب بها الترافيك غادي نهضروا عليهم غادي نهضروا عليهم في فيديوهات قادمه. راه خليت واحد الفيديو في القناه، واحد الاداه غادي تنفعكم بزاف، اللي ممكن نجيب منها لي تاكس، ممكن نجيب منها لي تايتل، ممكن نجيب منها الوصف يكون قوي ويحسن لك السيو ديال ايتي، ديال المنتجات الرقميه ديالك او ديال المنتجات اللي خدام عليهم انت بصفه عامه، سواء فيزيكال سواء ديجيتال. هادو مجموعة من النصائح اللي قدموهم لي ناس خدمت عليهم انا، والحمد لله الستور ما تسدش، الحساب مازال خدام ومازال يعني ما كنواجه حتى شي مشكل، لا في كونفيرماسيون ديال الكارت كيشي، لا في استقبال ديال الفلوس اللي كتجي، لا في حتى حاجه. الحمد لله كلشي ميسر. قلت لما لا، وخصوصا كيجوني بعض الميساجات سواء في الجيميل سواء في انستغرام، كيقول لك كيفاش درتي حتى فتحتي وما لقيتيش مشكل، حنا لقينا اشكال في كذا، حنا لقينا اشكال في كذا، حنا لقينا اشكال في كذا. فكنظن هاد المجموعه ديال النصائح غادي تعاون بزاف ديال الناس اللي مقبلين على فتح ايتسي. الى هنا باش ما نطولوش الفيديو اكثر من القياس، كنكون ساليت هاد النصائح اللي عندي، كنتمنى ينفعوكم. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.